السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يوم جميل سعيد عليكم ان شاء الله. النهارده ايه اللي انت جايبه لنا ده بقى يا نهى؟ النهارده فيديو مختلف، فيديو جميل كده، يعني حاجة زي ما بيقولوا فاخر من الاخر. كل المنتجات الجميلة اللي انتوا شايفينها دي اولا فرنسية، حاجة يعني بقى شغل عالي جدا. ثانيا انا مجرباها الحمد لله، وزي ما انتوا عارفين انا مش هعرض اي حاجة الا لما اكون مجرباها وواثقة في المنتج اللي انا بقدمه ليكم. دي مجموعة من الصوصات المختلفة طبعا، يعني أنا من كتر ما هي كتيرة ويعني شرحها يطول، فأنا أخويا النهاردة إن شاء الله هو اللي هيشرح لكم كل صوص ده عبارة عن إيه ويقول لكم معلومات عنه. أنا عن نفسي مجرباها كلها، جميلة جدا جدا، تنفع بقى في كل حاجة. وبرضو الناس اللي عاملة مشاريع بقى كبيرة في المطاعم وكده، يعني صدقيني هتاخدي منتج هتشكريني جدا عليه. طبعا احنا بنشتغل في الصوصات دي، واي حد عايز اي كمية وعايز يجربها كله متوفر معانا. يعني مش عارفة اقولك ايه تاني، بس تابعيني، والفيديو ده صراحة فيديو مميز وهيعجبك جدا. وزي ما انتوا شايفين اهو بقى، بصي حتى الازازة التقفيل بتاعها مختلف، شكلها مختلف، الكمية بسم الله ما شاء الله. عايزة اقولك انت لو هتاخديها للبيت عندك ممكن تكفي سنة، لان هو الصوص بيبقى تقيل وبيبقى حاجة حلوة جدا. اخويا بقى كده ما هيتفضل مشكور يشرح لكم كل منتج كده، عشان انا مش هعرف اميز كل منتج بالايه بالجوده بتاعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبتدي بأول حاجة فيش تو فيش. ده صوص. الإزازة دي عبارة عن 950 جرام. دي بتستخدم في السندوتشات المأكولات البحرية، إن كان مقلي أو مشوي. طبعا كل الصوصات بتاعتنا ديت التغليف اللي فوق دوت عشان هي جاية من بره الطيران، فنقدر نحكمها عشان ما يحصلش لهاش أي حاجة، ونقدر نحافظ عليها لحد ما تيجي هنا. طبعا العبوة ديت في حاجات منها سبايسي، في حاجات منها عاديه. الفيش تو فيش ديت ده الاستخدام العادي مش سبايسي. وده طبعا انتاج، ممكن نخش على اي حد يقدر يخش على الباركود دوت، والار كود دوت يقدر يعرف ان المنتج ده بلجيكي، المنبع اصلي البلجيكي. تمام. رقم اتنين، صوص اللي تشيز تايلاند ده عباره عن تشيلي تايلاند. ده عباره عن صوص سبايسي، العلامه اهي موجوده في الخلف ان هو ده 100% سبايسي. ده برضو نقدر نستخدمه في المأكولات كصوص اي نوع من انواع المأكولات، ده متعدد الاستخدام. رقم ثلاثة، صوص الكباب. ده طبعا من اسمه باين ان هو بيستخدم في الحاجات المشويه، الكباب والكفته المشويين. وده طبعا ده صوص عادي مش سبايسي. برضو العبوه عباره عن 950 جرام. رقم ثلاثة، صوص الكوكتيل. صوص الكوكتيل ده الاستخدام ساوث ايلاند للمأكولات المأكولات البحريه. نقدر نستخدمه للجمبري، نقدر نستخدمه للسمك الفرايد، للسمك الجريل. ده كوكتيل عباره وطبعا كل ازازه مكتوب مكونات، ده عباره عن مايونيز مع كاتشب. ده اللي احنا هنا عندنا في مصر بنسويه ساوث ايلاند صوص. تمام. رقم خمسة، صوص الامريكانا. طبعا ده هو اكتر استخدامه لسندوتشات السوسيس والبرجر والكفته وكل السندوتشات التيكاوي السريعه. وبرده العبوه ديت عباره عن 950 جرام زي ما انتم شايفين واضح قدامكم اهوت. وده استخدام ليتل سبايسي، يعني في نسبه سبايسي قليله، مش لا تتعدى ال 20% سبايسي، للناس اللي بيحبوا الاكل شويه سبايسي شويه حلو. رقم ستة، صوص المايونيز. ده طبعا احنا عندنا فكرة عن المايونيز مختلف خالص. دوت من منتجات كلها بلجيكي الصنع. برضو العبوة عبارة عن 950 جرام. تمام. واستخدامه تقدر تستخدميه بقى في كولسلو، تقدر تستخدموه في اي انواع تقدر تدخلوا فيها المايونيز. اللي بعده الجزائري. دوت صوص منتشر جدا في شمال افريقيا، وبالاخص في بلاد المغرب العربي. نعم. وده طبعا شويه، ده نسبه السبايس فيه عاليه شويه، بتوصل ل 80% زي ما موضح كده عندكم في الرسمه. تمام. وده برده متعدد الاستخدام لاكتر من حاجه. نخش على صوص الساموراي. ده طبعا صوص عالمي. ده سبايسي بنسبه 100% للناس بقى اللي بيحبوا الاكل مشطشط ومولع وضرب نار ويطلعوا من بقهم نار، يقدروا يستخدموا الصوص ده. الصوص ده برضه تقدري تستخدميه على الفرايد وعلى الجريل، تقدري تستخدميه في السلطات زي ما انت عايزه.
نخش بعد كده طبعا على صوص الباربيكيو. اسمه باين ان هو شغله زي ما واضح في الصوره كده للمشاوي، الكباب، الكفته، الريش. ده طبعا مع ريش بيبقى رائع رائع رائع. ده تقدروا تستخدموه قبل التسويه كتتبيله، وتقدروا تستخدموه بعد التسويه كصوص للاكل عامه. نيجي بقى لقنبله القنابل، التشيز ايزي. التشيز ايزي ده عباره عن صوص جبنه بطعم الشيدر. ده بقى ولا موتزاريلا ولا اي نوع من الجبن اللي احنا بنستعملها ديت، لا ده صوص مجرد قطعه صغيره منه او يعني ضغطه صغيره من ازازه على اي ساندوتش وهو سخن، بيوديك في دنيا تانية وفي طعم تاني خالص. خش بعد كده على صوص الكاتشب. المارو مش سوري لا معلش. ده المارو. ده المارو. صوص المارو ده برضو استخدامه ده شويه سبايسي، بيوصل نسبه السبايسي بتاعه ل 70%. ده برضو ده جزء من الكاتشب مع المايونيز، تقدروا تستخدموه في المأكولات السبايسي. طبعا الكاتشب اللي احنا كلنا واخدين عنه فكره وشكل تاني خالص، ده طبعا بنظافه وبجوده 100%، بمواد طبيعيه 100%، مفيش اي مواد حافظه. طبعا اي استخدام للازازه من الازايز دولت بعد الاستعمال او مجرد ما بتتفتح بيفضل ان احنا نحتفظ بيها جوه الثلاجه. اي عبوه من ديت لبيت تقدر تستخدمها لمده سنه. ان الصوص من النوع السميك والتقيل جدا، فنقدر نستخدمه لمده سنه، غير الصوصات العاديه اللي احنا بنستعملها اسبوع واثنين وثلاثه وشهر وبتخلص. تمام. طبعا صوص الكاري، الناس اللي بتحب بقى الاكل بقى الباسماتي بقى والكبسات والاكل الفراخي بالكاري والفراخ اللي على البخار والكلام ده، صوص رائع جدا جدا. تقدروا تتبلوا بيه قبل الاكل وتقدروا تتبلوا بيه بعد الاكل. صوص الترتاره. صوص الترتاره العالمي طبعا، ده صوص مشهور جدا جدا على مستوى العالم. تمام. برضو بيستخدم ليه متعدد الاستخدامات. تقدري تستخدميها كتتبيله وتقدري تستخدميها كاكل. طبعا يفضل جدا مع السندوتشات التيكاوي، لو انت بقى من هواة مروح النادي والقعده على البحر بالليل، شويه السندوتشات والحركات والمحتاجات، نقدر نستخدم الصوص يبقى رائع 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 رائع. وده طبعا نسبه سبايس فيه زيرو. اخر حاجه صوص التشيز ده غير التشيز اللي احنا عرضناه قبل كده. التشيز اللي عرضناه قبل كده ده تشيز جبنه شيدر. ده جبنه اللي هي اما بتروحوا المحلات الانترناشونال بتاعت البطاطس، ده تشيز اللي بتحط على البطاطس من فوق. طبعا مع السخونيه بتاعت البطاطس بيوديكي في عالم تاني وفي دنيا تانيه خالص. ده كل قطمه منه من قطع البطاطس عليه التشيز بيوديكي في دنيا تانيه خالص خالص، بيغير من مودك كليا وجزئيا. طبعا كل الابوات زي ما قلنا حجمها 750 جرام. ان شاء الله اي حد يعجبه اي حاجه يشرفنا، واحنا طبعا مجربين الصوصات وبالتوفيق للجميع باذن الله. زي ما انتوا شفتوا كده حبايب قلبي، شكرا يا استاذ شادي. زي ما انتوا شفتوا كده مجموعه الصوصات دي لا غنى عنها بقى لاي مشروع، لاي بيت. الشباب اللي عاملين مشاريع صغيره يعني بجد حاجه روعه. وطبعا يعني انا مش بذم في اي صوصات هنا، بس صدقيني انت هتاخدي منتج مختلف تماما عن اي صوصات انت جربتيها في حياتك، في بقى في السمك وفي الطعم وفي الكثافه وفي النظافه وفي كل حاجه. وزي ما انتوا شايفين برضو عشان تتاكدي من كل كلامي والمعلومات اللي اتقالت، الباركود اللي انتوا شايفينه ده بقى لو عملتوا سيرش عليه هتلاقوا بقى المنتج وهتلاقوا الشركه بتاعته وهتلاقوا كل معلومات اللي اتقالت ومعلومات اكتر برضو. فاي حد بقى حابب ياخد كميات، يجرب عبوه واحده، يعرف الاسعار، يتواصل معايا وانا هسيب رقم في الديسكريبشن ويتواصل. ويا رب كده ان شاء الله يعجبكم المنتج. تاني حاجه يا رب يكون الفيديو عجبكم، فيديو مختلف. ولو عايزين بقى سلسله من الفيديوهات المختلفه يا ريت تكتبوا لي، وما تنسوش بقى الشير واللايك والكومنتس والحاجات الجميله التشجيعيه دي. وزي ما قلت لك ادخلي صندوق الوصف في الديسكريبشن هتلاقي الرقم لو عايزه تتواصلي وعايزه اي كميه من الكميات دي. وطبعا احنا عارفين ان الصوصات دي لا غنى عنها في اي بيت لاي حاجه بقى، لبيتك، للسندوتشات، لعامله عزومات، طالعه رحله، عامله مشروع صغير، المشاريع الكبيره. يعني بجد حاجه اساسيه وحاجه مختلفه. وبسم
بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايفه في تنوع، ومن السبايسي بقى للعادي كل حاجه موجوده باذن الله. بس تواصلوا على الارقام اللي انا هسيبها، واي حد عايز يستفسر عن اي حاجه او اي تفاصيل او اي اسعار يرجع لي ويكتب لي في الكومنتات وانا هرد عليه. يا رب كده دمتم موفقين ودمتم في رعايه الله، وكل سنه وانتم بالف خير، ويا رب كل واحد يحقق احلامه. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.